لو هاتعلم برمجة في 2026 فدي الطريقة اللي أنا هاتعلم بيها. أول حاجة وقبل ما أعمل أي حاجة هاسأل نفسي سؤال، أنا هاشتغل ويب والّا موبايل؟ بعدها على طول هاختار التراك اللي أنا هاتخصص فيه، سواء فرونت إند أو باك إند أو حتى فلاتر، لأن أكبر مصيبة بتضيّع الناس إن هم مش بيحددوا حاجة معينة يدرسوها. بعد كده هابدأ إن أنا أذاكر لغة البرمجة بتاعة التراك ده، بس مش هاذاكر بالطريقة العادية، يعني مش هادخل أحفظ syntax بتاع اللغة ولا حتى طريقة الكتابة بتاعتها، أنا هافهم أساسيات البرمجة نفسها بأي لغة برمجة، وهافهم حاجات زي الcondition والloops والfunctions، وهاخد شوية معلومات عن الbasic data structure والOOP. عشان في 2026 اللي فاهم الأساسيات يقدر يتنقل من لغة للغة مع وجود ال AI بكل سهولة. بعد ما أخلص لغة البرمجة هابدأ أذاكر الفريم ورك اللي أنا هاشتغل بيه، وده برضه مش هاذاكره بالطريقة العادية بتاعت زمان، أنا هاذاكره كل أسبوع هاقول لل AI الحتة المعينة اللي أنا وصلت لها أو الحاجات اللي أنا ذاكرتها، وابدا اقول له اقترح لي مشاريع اعملها على الحاجات اللي انا عارفها في الفريم ورك لحد دلوقتي. وهدفي بعد ما اخلص الفريم ورك ان انا اطلع من 3 ل5 مشاريع تكون مشاريع تقيله بجد، مش اي كوميرس ولاندنج بيج وشويه حاجات عاديه من اللي احنا بنعملهم في العادي. فهعمل المشاريع دي تكون مشاريع كامله وجاهزه بالداتابيس بتاعتها بالباك اند كامل بالاي بي ايز بكل حاجه فيها تكون جاهزه تماما. واخر حاجه اعملها اللي هتوفر عليا وقت كتير جدا ان انا اختار معايا منتور يكون شغال اوريدي في التراك اللي انا بدرسه ويقدر يفيدني بشكل كبير، وده ممكن تلاقيه على منصات زي كودينج كوتش او حتى ممكن تدور على حد شغال في نفس المجال بتاعك على لينكد ان. لو انت لسه بتبدا برمجه ومحتاج مصادر تعليم مجانيه في مجال الويب بتطبيق عملي سيب لي اي كومنت وابعت لك المصادر كلها.